لسه عروسه جديده. طبعا مش انا، عشان لو عملت كده اكيد هقول لكم، مش هخبي عليكم. بستعمل خلاط الميه اللي في المطبخ، لقيته بيخر وفي حاجات في الحمام بتنقط. جوزي قال لي هقول لبابا عشان ابوه كان مع السباكين وهما بيوضبوا الشقه. معقوله كده من غير لا احم ولا دستور اول حاجه تدخلينا عليها هي السباكه كده؟ عروسه جديده، طب ضيفينا قاعدينا في الصالون، قاعدينا هنا انما على الحمام على طول وعلى الخلاط مش ممكن. المهم لما جه ابوه وامه يباركولي، جوزي قال لابوه على السباك، قال له هكلمه يجي اما يكون فاضي. وخدوا قعدتهم اللي كانت حوالي 5 ساعات، كل اللي يجي يبارك يقعد نص ساعه وينزلوا، وحمايه وحماتي قاعدين. حلو ده، حتى بيقول لك يا بخت منظره وخفف. المهم مشيوا تاني يوم هما مشيوا تاني يوم، مش هي بتقولي تاني يوم، لا هما مشيوا تاني يوم، فضلوا قاعدين لحد ما جه تاني يوم. لقيت اذان الظهر بيأذن، قلت اقوم اشوف ورايا ايه يعني، صباح الخير. لقيت في صوت بره في الريسبشن، ببص كده من جنب الاوضه، لقيت حمايه قاعد على كنبه الانتريه وماسك ريموت التلفزيون وفرد رجله على الكنبه كانه قاعد على مصطبه بيتهم. رحت صحيت جوزي بقول له قوم، ابوك بره والسباك واقف في المطبخ. قال لي ماشي هقوم. قلت له ماشي، بس هو ابوك معاه مفتاح الشقه؟ من ساعه ما كانت الشقه بتتوضب. قلت له ازاي تسيبه معاه لحد دلوقتي؟ دخل اهو وفتح ومعاه السباك من غير ما نعرف. طبعا جوزي خرج سلم على ابوه وانا لبست الاسدال وخرجت. لقيت حمايه بيقول لي قدمي للسباك حاجه. قلت له حاضر. شويه والسباك مشي، لقيت حمايه بيقول لجوزي عاوز افطر، امك مشيت الصبح راحت عند خالتك تقعد لها يومين كده، وقالت لي عندك ابنك اقعد عنده على بال ما ارجع. يقعد عند ابنه العريس ويومين؟ جايه تفتكري حريتك دلوقتي وانك عايزه تغيري جو والواد عريس جديد؟ طبعا انا اتضايقت جامد وحضرت الفطار ودخلت اوضتي. لقيت جوزي بيقول لي مش عارف اعمل ايه. قلت له هي امك مش عارفه ان انا عرسان؟ يعني مش مجرد عرسان، انتوا عرسان جداد بتسموا لسه. تمشي وتسيب لنا ابوك، وكل لما هي تقرر تلف اللفه دي ابوك هيجي يقعد عندي؟ وبعدين ده هم اسبوعين اجازه اللي واخدينهم من شغلنا، نقعد مع بعض اسبوع في بيتنا والتاني اهلي حاجزين لنا في شرم نتفسح. قال لي اصبري هتصرف. عقبال ما اتكلمنا خرجنا بره، لقيت حمايه دخل اوضه الاطفال ونام. بيتك اعمل فيه ما بدالك، يعني بص اللي انت شايفه غلط اعمله. بعد العصر قام عشان يتغدى ونام تاني، وبعد العشاء قام عشان يتعشى. ايه اكل ومرعى وقله صنع، وكل ده وانا محروق دمي مش لوحدك والله، وانا بقرا قصه حرق دمي زيك بالظبط. المهم اليوم خلص ودخلنا نمنا يومين على نفس النظام. اما بقيت هتجنن. تالت يوم بعد الظهر لقيت حماتي جايه من عند اختها بعد ما اتفسحت، وجايه على عندي بشنطه هدومها، سلمت علينا واتغدت معانا وهي قايمه بحسبهم ماشيين. جوز بيقول لهم هنزل اوصلكوا استني. حماتي ضحكت كده تقول له يا جدع والله العظيم اقعد استنى فين يا عم، انا داخله الاوضه غير هدومي وانام شويه. اوعى تكون يعني متضايقه على امك وده ابوك، اوعى. جوزي لسه بيبص لي، رحت قلت لهم تنامي فين؟ قالت لي في اوضه الاطفال. يا شيخ طب ما تخشي تنامي في اوضه النوم جنب ابنك، ما يصحش كده تنامي في اوضه الاطفال، انت مش طفله انت كبيره، تنامي جنب ابنك. قمت انا اتفتحت بقى فيهم زي الخراره، قلت لهم انتوا مش عارفين ان انا عروسه جديده؟ مفكرين نفسكم ابنكم اتجوزني عشان اخدمكم؟ ما تروحي عند ابنك التاني ما هو ساكن جنبنا. بس ما تقدروش، مراته عملت معاكم حدود، او روحي عند بنتك برضه ما تقدروش، جايين هنا مفكرين انكم في لوكاندا. بص انت شكلك رصيتي راس مش عارفه رصه زيك. يلا على بيتكم تيجوا تزوروني اهلا وسهلا، وتقولوا لي قبلها عشان هننزل شغلنا، غير كده مش هسمع. وهغير الكلون. وقلت الحمايه ازاي تدخل تفتح باب شقتي عليا من غير استئذان؟ هو الدين بيقول كده؟ انا بقول لكم اهو قدام ابنكم. جوزي بصراحه سكت ما ردش، قامت امه شتمته بكلمه مش كويسه، وابوه قال له يحرم علينا بيتك واما نموت مش هتمشي في جنازتنا، اوصي اخواتك بكده. المهم مشيوا. انا رحت لجوزي قلت له انا اسفه بس انت شايف دول حتى مش مهنيني على اسبوع اتهنى بيه. قال لي انا هبقى راضيهم، بس حاسه ان جوزي من جواه زعلان. سافرنا ورجعنا وكان اجمل اسبوع، جوزي بيحاول يتصل بيهم مش بيردوا عليه. قلت له روح لهم، واما رحت ردوا. انا مش عارفه انا اعمل ايه، وهل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ صلوا على النبي يا جماعه. خلينا نكون متفقين اللي انت عملتيه ده صح، بس بطريقه غلط باسلوب غلط. مش بيقولك اخد الحق صنعه؟ والصنعه هنا في انك تكوني بتاخدي حقك بمنتهى الادب واحترام وهدوء، من غير ما تشيلي نفسك الغلط ولا تدي مساحه للي قدامك ان هو يمسك حاجه عليكي. بس للاسف انت ما قدرتيش تسيطري على عصبيتك ولا اندفاعك، وطرشتي في وشهم الكلام اللي هم عارفينه بس عاملين نفسهم منبنه.
مثل كده انا بحبه قوي بيقول لك البجح بيعيش على قفا المكسوف. اللي زعلهم قوي وقهرهم كده ان بيبقى صعب على الواحد ان حد يعريه قدام نفسه او يعريه قدام حد، حتى لو هو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، وانت ما شاء الله خليتيهم سلبوته كده قدام بعض وقدام ابنهم وقدامك. طبعا هما كسفتهم كانت كبيره قوي، ومش هننكر ان احساسهم بالخذلان اتجاه ابنهم، وانك ازاي ما تدافعش عنها وتسيب مراتك تكلمنا كده واحنا في بيتك وما اديتلهاش جوزين اقلام كده، ولا لو جبتها من شعرها عشان خاطر ابوك وامك انت ربوك وكبروك. معقوله كده؟ معقوله تسيبها تقل مننا واحنا غلط؟ معقوله؟ العقليه اللي بينتج منها التصرفات دي بتبقى على قدر عالي قوي من الجهل، ومش هيقدروا يستوعبوا غير ان تربيتهم ما دمرتش في ابنهم، وسوري انا اسفه ان هو مش راجل. ده تفكيرهم هم فيه، لان انت يعني غسلتيهم في بيتك برضو، قلتي الصح بطريقه غلط. بالنسبه لجوزك فهو راجل محترم ومتربي 10 مرات، بس سكوته ده يخليكي طول الوقت شايلها له جميله على راسك، من وقت للتاني في مواقف كبيره المفروض تتنازلي قدامه وتشتري خاطره وتشتري زعله، لان صدقيني حتى لو مش باين ان هو زعلان فاكيد جواه حته كده ضايقه على ابوه وامه وعلى نفسه. بالنسبه لهم هم فالزعل بتدوبه الايام. اصبري بس انت كده عشان الموضوع لسه حامي، وخليه طيب خاطرهم بكل الطرق وبكل المحاولات ومهما عملوا، لان في الاخر ابوه وامه وهو هيؤجر على ده. ان شاء الله كده بكره تخلفي وييجوا كده يجروا عشان خاطر احفادهم. تسلي وجربي تروحي ومعلش كانت اعصابي تعبانه من ضغطه الفرح والتجهيزات، والله ده انتوا اهل الغالي عليا وانا كده بقى كده. واشتري خاطر جوزك ما دام هو طلع راجل محترم كده. بيقول لك لاجل الورق يتسقي بالعيق. ربنا يهدي سرك يا رب ويهدي سر الاهالي اللي مش عارفه هم ليه بيتصرفوا التصرفات دي. يعني احنا لو جبنا عيال في ابتدائي هيقولوا لك الاصول والصح والغلط، وناس كبيره وناضجه ومخلفه وبتجوز وبيتصرفوا التصرفات الطفوليه العيالي دي. يهدينا جميعا يا رب. وتقدري برضو تشوفي رأي السكاكر في الكومنتات. حبيبتي إذا نومتك عند أهلك للظهر، فئتك رح تكون الساعة 6 الصبح عند جوزك، لأنه هو اللي رح يصحيكي أو حسب دوامه، مشان تساوي له فنجان قهوة أو تحطي له فطور وتجهزي له أواعيه وتكوي له إياهم وتودعيه. بعدين بدك ترتبي البيت وتنظفي، ما رح تيجي أمك وتنظف لك إياه. إذا كنتي معتمدة على أمك ببيت أهلك رح يصير البيت بيتك. وبعد ما تخلصي شغل البيت بدك تغسلي غسيل إذا في موجود غسيل، وبعدين تفكري شو بدك تطبخي لجوزك. وإذا ما بتعرفي تطبخي اسألي أمك، اتصلي عليها وهي بتعلمك. معه رح تتعلمي، لأنه كل يوم بدك تطبخي طبخة، وبدك تتعلمي كيف تسوي حلويات في حال إذا إجاكم ضيوف. وكل يوم التاني رح يجوكي أهله وقرايبينه وبدك تستقبلي وتودعي، ومجبورة تجامليهم لأنه هدول أهل جوزك. وإذا مفكرة الزواج طشات وروحات وجيات وسفر، لا تفكري هيك حبيبتي، ولا يضحك عليكي خطيبك يقول لك بدنا نطش ونطلع ونسافر ونروح على تركيا ونروح ما بعرف وين. ما راح ياخدك غير على بيت أهله وعلى بيت أهلك. إذا أخذك على مطعم كتر خير الله، أصلا ما راح يفضلك، هو بالشغل وراح يجي من الشغل تعبان ويقول لك أنا تعبان. ومجرد ما حبلتي وولدتي وجبتي أولاد راحت عليكي، لأنه لا عاد تتهني بطلعة ولا عاد تتهني بأكلة ولا بشربة قهوة. وبس يكبروا ويصيروا بالمدرسة بدك تدرسيهم وبدك تعلميهم. وإذا فضيتي تمشطي شعرك بكون منيح. ساعتها رح تتمني إنك ما تجوزتي، ورح تقولي يا ريتني ضليت ببيت أهلي، يا محلى عيشة أهلي.